بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا النهاردة جايبالكوا صنف يشرف في كل العزومات، يشرفك في أي عزومة، ينفع جنب أي أكل، أي حاجة أنت هتعمليها. صنف بطاطس بجد من الآخر، بطاطس محشية وليها كفر كده زي العسل، هتعجبك جدا. بصراحة هي صاحبة عمري وحبيبتي، هي اللي معلمها لي. هتعجبكوا قوي وهتشرفكوا في جميع عزايم رمضان. وعاملين مع بعض طبق مسقعة، هيعجبكوا برضو قوي. خليكم معايا كده خطوة بخطوة ونشوف هنعمل ايه. عندنا هنا بطاطس متوسطة، يعني اكبر من البيضة بشوية. وطبعا هغلي مية على النار، ميه مغليه بتغلي كويس. هبتدي انزل بالبطاطس بعد ما قشرتها في الميه المغليه. انا عايزه ايه في الخطوه دي؟ عايزه البطاطس تتسلق 3/4 سوا، مش عايزاها تبقى مستويه على الاخر، عايزاها تتسلق بنسبه 70 75% بس. بحط لها بس شويه ملح، وبفضل اروح واجي عليها اختبرها كده هي اتسلقت ولا لا، لحد ما توصل للدرجه اللي انا عايزاها. اهي خلاص كده البطاطس اتسلقت. بمسك كل بطاطسايه اقطعها نصين زي ما احنا شايفين. شايفين مستوى السوا بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي اعمل ايه بقى؟ ببتدي اشيل منها او اقورها بمعنى اصح بالمقوار كده، علشان هحط فيها الحشوه الجميله بتاعتنا اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. اولا هي لما بتبقى مسلوقه التقوير بيبقى سهل جدا، اسهل جدا كتير من ما تكون نيه كمان معاكم. وهتديكوا كميه حلوه جدا، هي موفره اصلا في الحشو وفي كل حاجه. خلاص كده. طبعا القلب اللي هينزل ده احنا مش هنرميه، حطيناه على كوبايه واحده بس من العصاج. شايفين هي موفره قد ايه؟ يعني ما تكلفناش اي حاجه، بطاطس وحطينا قلبها على العصاج. كوبايه واحده تقريبا من العصاج، العصاج الموفر اللي احنا عملناه مع بعض في فيديو المكرونه، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. خلاص كده تمام. وهحط شويه ملح وفلفل، اظبط الدنيا واهرسه كويس، وابتدي احشي الايه البطاطس بتاعتنا. كده انا خلاص خلصت. هقلب بس الملح والفلفل فيه، وهبتدي احطه على جنب واخلص حشو البطاطس. الحشوه دي بتبقى ثابته جدا جوه البطاطسايه وممتازه يعني. خلاص كده انا بحشي البطاطس واحده واحده زي ما احنا شايفين. وللعلم هي ما بتاخدش زيت في التحمير خالص، يعني ما بتاخدش زيت كتير لانها مسلوقه. والكفر بتاعها حلو جدا ثابت، وهتعجبكم قوي قوي في التقديم وفي الاكل. كده زي ما احنا شايفين بمنتهى السهوله، مفيش اي مشكله. خطوات سهله وسريعه، وما خدتش مني العمليه كلها نص ساعه. مسافه ما البطاطس اتسلقت كنت عملت كل الخطوات دي. كده تمام. خلصنا حشو البطاطس وهرجع لكم تاني. عندنا بقى الكفر بتاع البطاطس عباره عن بيض وبقسماط ودقيق. البيض انا هنا بضربه بالملح والفلفل كويس جدا، عشان مش عايزه فيه اي تكتلات. زي ما احنا شايفين كده بضربه يعني بذمة شوية، اي تكتلات فيه مش عايزاها. ببتدي اضربه كويس. خلاص. خلاص كده ضربت البيض كويس. هبتدي بقى اعمل ايه؟ احط البطاطساية جوه الدقيق الاول زي ما احنا شايفين، اعفرها بالدقيق وبعدين احطها جوه البيض وبعدين البقسماط، وهكذا. دقيق وبيض وبقسماط. الكفر ده ثابت جدا وهيريحكوا جدا جدا في التحمير، وما بتاخدش زيت خالص زي ما انا قلت لكم. تاخدش زيت كتير في التحمير، ومريحه قوي قوي، لا هتفك ولا اي حاجه. وهكذا هعمل كل واحده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ايه رايكم بقى؟ يعني مفيش خطوات اسهل من كده، والنتيجه زي ما انتوا شفتوا، النتيجه هايله. سيرفيس محترم يتقدم على اي سفره وفي اي عزومه. هعمل معاكم تاني واحدة كمان، احطها في الدقيق وبعدين البيض وبعدين البقسماط. مفيش وقت خالص يا جماعة، ومش هتاخد منكم اي وقت، مش هتضيع وقتكم بمعنى اصح. اكلة سهلة وظريفة ولايت جدا، يعني خفيفة جدا في الاكل، مش تقيلة. مش هتحسوا بانها بتاخد زيت كتير وتقيلة. كده تمام ماشيين مظبوط. نعمل واحدة كمان.
زي ما احنا شايفين كده، ونحطها في البيض وبعدين في البقسماط. كده احنا ماشيين لحد دلوقتي مع بعض مظبوط. خلاص كده خلصنا الخطوات بتاعت البطاطس. هكمل الكمية كلها وارجع لكم. دي الكمية كلها، ده حوالي 1.5 كيلو من البطاطس. يعني رمى عندي كمية بسم الله ما شاء الله اللهم بارك جميلة جدا. هسخن بقى الزيت كويس قوي على نار عالية وابدأ انزل بالبطاطس بتاعتي. انا حطاها على العين المتوسطة، لا الكبيرة قوي ولا الصغيرة، ومعلياها، عايزة النار تبقى عليها حامية شوية. شايفين انا نازلة بيها زي ما انتوا شفتوا كده، لا في واحدة فكت ولا كفر اتخلع من البطاطساية ولا اي حاجة. كده تمام. خطوات ماشية لحد كده مظبوطة. اول ما تتحمر على الوش اللي في الزيت هبتدي اقلبها على الوش التاني بكل سهولة، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، وهتشوفوا لونها في منتهى الروعة. شايفين اللون؟ شايفين التماسك؟ لونها جميل ازاي، خارجة ولا شاربة زيت ولا اي حاجة. حتى الزيت كمان باين ان هو نقي، ما فيهوش اي شوائب ولا اسود ولا اي حاجة، لان ما فيش حاجة من الكفر بتقع منها، الكفر ثابت. الدقيق وبعدين البيض وبعدين البقسماط ده بيثبت الكفر بتاعنا. كده احنا خلصنا البطاطس وهندخل على المسقعة بتاعتنا المصرية الجميلة. هي دي يا جماعة المسقعة على أصولها. بنزل ب3 معالق توم مفروم. بعد ما يتشوحوا بحط خليط من الفلفل الرومي والفلفل الحامي. أنا ما بحبش أحمر الفلفل مع البتنجان، بيشرب زيت كتير. الخطوة دي رائعة يا جماعة. بشوحه مع التوم بيطرى وياخد ريحته ويبقى فريش ولونه حلو في قلب المسقعة. بنزل بمعلقة من الخل. المعلقة دي بتودي المسقعة في حتة تانية، ما بتبانش ان فيها خل بس بتبقى روعة، بتقلب طعمها، بتخليها ممتازة. وبعدين بنزل بالصلصة بتاعتنا اللي عملناها مع بعض في القناة، برضو هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. خلاص كده تمام. نزلنا بالصلصة. هحط شوية كمون وشوية ملح، مش اكتر ولا اقل. هسيبها برضو تتسبك شوية، هي متسبكة وكويسة بس هسيبها تلف مع الفلفل شوية. وبعدين هنزل بنص كوباية من المية عشان اخففها شوية، عشان لما احط عليها البتنجان يتسبكوا الاتنين مع بعض ويشربوا من بعض وتبقى المسقعة عندي يعني حاجة كده رائعة بإذن الله. خلاص أنا حطيت هنا نص كوباية المية بتاعتي وهتبتدي تغلي مع الصلصة وتخف شوية. وعندي البتنجان أنا قلياه، يعني قلياه ومصفياه كويس جدا من الزيت زي ما هنشوفه دلوقتي. مصفيه البتنجان من الزيت، لازم تحطيه في مصفى وتحتيها طبق وتصفي البتنجان كويس. البتنجان اهو زي الفل مش شارب زيت خالص. نزلت بيه على الصلصه بتاعتنا وابتديت اقلبه علشان ياخد ويدي بقى كده مع الصلصه ويتسبك ويبقى عظمه. هناخد هنا احلى مسقعه مصريه هتاكلوها. وخلاص كده يا جماعه السفره بتاعتنا خلصت النهارده. بجد بقى انا عايزه لايكات كتير للاكله الجميله دي، عايزه لايك وشير وعايزه سبسكرايب للقناه. يعني النهارده كافئوني في الاكله الحلوه دي بالتفاعل مع الفيديو. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وصدقوني البطاطس دي هتشرفكم في اي عزومه. نصيحه مني تعملوها وابقوا افتكروني بدعوه بظهر الغيب. وكل سنه وانتم طيبين. تحياتي ليكم.